الواحد امين. نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من اجل نعمك وعطاياك. اعطيتنا يا رب فرحه القيامه لتباركنا جميعا وتعطينا يا رب ان نعيش في هذه الفرحه طول ايام حياتنا. بارك يا رب كل الحضور، بارك في حياتهم، في خدمتهم، في اعمالهم، وفي رهبنتهم، وفي كل ما تمتد اليه ايديهم. واعطينا يا رب ان نمجدك وأن نسير في حياتنا بحسب قيامتك المجيدة. باركنا بكل بركة روحية نرانا احتياج إليها بشفاعة أمنا العذراء مريم، وبركة القيامة المجيدة بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات. تفضل بالهنا والشفاء والروح القدس الإله الواحد آمين. خريستوس أنستي المسيح قام بالحقيقة قام. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل أيامنا والجميع بخير. نشكر ربنا أنه أعطانا في هذا اليوم هذا التقليد اللي عمره يقترب من 60 سنة في رحاب دير السوريان العامر، والتقليد اللي بيجمع آباء من الكنيسة من المجمع وآباء الدير وآباء من البرية، وبيجمعنا كلنا في تاني يوم للقيامة واحتفالنا بالطبيعة والخروج إلى الحياة الجديدة وتذكار ما قاله السيد المسيح للنص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس. ودايما الفردوس في ذهننا مرتبط بالطبيعة وبالخضرة. بنشكر الله، نشكر نيافة أنبا متاوس وكل الآباء الأحباء في هذا الدير العامر، ونشكر ربنا على هذه الميدة. نشكر كل الآباء اللي تعبوا فيها وزودوها بالحاجات الجميلة الموجودة فيها والأطعمة المتنوعة. والحقيقة درس القيامة درس ليس مجرد عقيدة أو لاهوت بنعيشه أو بنختم بيه فترة الصوم المقدس وفترة أسبوع الآلام المليانة بالصلوات والطقس واللي مليانة بالألحان والفترة المشحونة دهيت بكل الدسم الروحي اللي فيها. لكن القيامة كمان، وده شيء مهم، إنها فكر في عقل الإنسان وفي قلبه. يعني القيامة بس مش مجرد تعبير إيماني أو إن إحنا بنحتفل بيها كل سنة وبيمتد الاحتفال فترة الخمسين، والخمسين لها طبيعتها الخاصة. لكن قيامة فكر الإنسان. في ناس فكرها ليس قائما، الفكر أحيانا يكون نائما أو غائبا أو مغيبا، أو الفكر قد يكون مريضا، أو فكر يكون محدود، أو فكر يكون مفيهوش إضاءة كافية. المهم قيامة فكر الإنسان. والحقيقة القيامة ممكن أتجاسر وأقول إنها أسلوب حياة في الإنسان. إحنا كل يوم الصبح بنقوم من النوم ومن الراحة، ولغاية النهاردة بيدوروا على سر ليه الإنسان بينام. الإجابة الطبيعية إن الإنسان بينام عشان يستريح شوية. طب ليه يفضل ينام وبيضيع تقريبا تلت عمره في النوم ويحتاج إنه يقوم؟ وبيدور العلماء عن سر النوم. وإحنا بنتعلم في البرية كل يوم نبتدي التسبحة اليومية: قوموا يا بني النور. ونيجي في وسط التسبحة في قطعة أريبصالين: رتلوا للذي صلب عنا وقام. وفكر القيامة يشع في كل الكتاب المقدس.
ويشع في حياة الكنيسة. وأيضا مهم جدا أنه يشع في حياة الأفراد. فكر القيامة في وجودنا في فرحة القيامة. اسأل نفسك باستمرار عن الفكر القائم، الفكر المنتبه، الفكر الصاحي، الفكر الإيجابي، الفكر الذي ينظر بأمل ورجاء للمستقبل. هقول لحضراتكم بعض ملامح الفكر القائم. أول ملمح في الفكر القائم اللي مبني على إيمان مسيحي راسخ أنه لا يوجد مستحيل. في إيد ربنا مفيش مستحيل. لا مستحيل في توبة النفوس، ولا مستحيل في إقامة المشروعات، ولا مستحيل في ضعفات الإنسان اللي ممكن يتخلص منها. لا يوجد مستحيل. وعلى رأي القديس بولس الرسول لما بيقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية، هو فيه بعد الموت وبعد الهاوية. واحد من الملامح الرئيسية للفكر القائم أنه لا يوجد مستحيل عند الإنسان، واللي اختصره القديس بولس الرسول وقال كده أستطيع كل شيء. بولس الرسول كان واحد زينا، إمكانياته البشرية محدودة، لكن لما بنقرأ تكملة الآية أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، في المسيح يسوع القائم، يشعر الإنسان إنه مفيش مستحيل. مفيش مستحيل أمام الله. واللي احنا بنظن إنه صعب ونقدرش عليه، نقدرش نعمله، سواء في الدائرة الفردية أو الدائرة الجماعية أو على مستوى كنيسة صغيرة أو على مستوى الكنيسة العامة، لا يوجد مستحيل. وغير المستطاع عند الناس مستطاع عندك أنت يا الله. لا يوجد مستحيل بأي صورة من الصور. وده بيدينا بعد ورجاء مبني على إيمان قوي أن يد المسيح اللي عملت في القديم تعمل في الحاضر وتعمل في المستقبل. وتقليد زي اللي احنا موجودين فيه، تقليد زي ما كنت بسأل الأبهات الكبار عن تاريخه، البداية كانت صغيرة خالص، ويمكن بعض حضراتكم شاركتوا فيها، وشوية بشوية التقليد ده بيكبر وبنشارك فيه كلنا، تبقى فرحة كبيرة في الكنيسة، وبقى تقليد راسخ، كلنا نتجمع في محبة وكلنا نعيد على بعض، ويدي صورة من الصور الجميلة اللي بتبين الكنيسة المترابطة. لا يوجد مستحيل. وزي ما قلت لحضرتك ان هذا الفكر مش فكر اليوم، ده فكر كل ايام السنة اللي يكون عندك، مادام مبني على اساس ايماني سليم. ملمح اخر من ملامح الفكر القائم انه لا يوجد خوف. الخوف ملازم للانسان من اول سقطته الاولى وادم واختبائه ونداء الله آدم آدم أين أنت، وخوفه الداخلي ومخاوف الإنسان بيقعدوا يعددوها تطلع 20 واحدة ولا 30 حاجة الإنسان بيخاف منها. وأحيانا بيوصل الخوف ده لدرجة مرضية، يبقى زي مرض مش مجرد عرض طبيعي في حياة الإنسان. القيامة أعطت أن يكون فكرك بلا خوف. وكلمة بلا خوف هنا معناها أن فكر الإنسان عنده نوع من الطمأنينة، أنه يوجد الله ضابط الكل، يوجد الله سيد التاريخ،
يوجد الله الذي يدير حياة الإنسان. أحيانا الواحد فينا بينشغل بأفعال الآخرين وبكلام الآخرين وبإشاعات الآخرين، الكلام اللي يشكك والكلام اللي يكسر المقاديف والكلام اللي يخلي الإنسان يصاب بإحباط وقلق. الفكر القائم فكر زي الجبل يهزم كل مخاوف عند الإنسان. المسيح القائم في فكرك يجعلك بلا خوف خالص. ماذا يصنع به الإنسان؟ يعمل إيه؟ طالما أنت ماسك في يد مسيحك القائم. وده اللي بنشوفه في حياة التلاميذ. التلاميذ كانوا خايفين. أيام الصليب دي كانت أيام خوف وأيام قلق. ولما اختبأوا في العلية وظهر لهم السيد المسيح القائم، يقول لنا كده الكتاب في يوحنا 20: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. طبعا مفيش فرح هيجي وفي خوف في القلب. فرح المسيح القائم طرد كل خوف. الإنسان صاحب الفكر القائم واللي بيتمتع بحياة القيامة كل يوم، وزي ما الكنيسة بتعلمها لنا، زي ما قلت، في التسبيحة، في الإنجيل، في القراءات، في الحياة نفسها، تعطي الإنسان أن يكون بلا خوف، يعيش، يمارس حياته، يمارس رهبانته، يمارس خدمته بلا خوف. وأحيانا يا إخوتي بيبقى فيه خوف عند الإنسان دفين اسمه خوف من الأيام. واحد عنده خوف من الأيام غير بقية المخاوف خالص. لكن لما تقرأ في الكتاب وتشوف الوعود الكثيرة والنسية الأم رضعها أنا لا أنساكم وها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الدهر، طالما في داخلك هذا الفكر القائم لا يوجد خوف. المريمات وهم رايحين للقبر فجر القيامة كان شغلهم سؤال: من يدحرج لنا الحجر؟ مين هيقدر يزق لنا الحجر الكبير ده؟ كان عندهم هذه المخاوف، لكن إيمانهم ما خلهمش يتراجعوا، خلاهم يستمروا في مسيرهم ووصولهم لغاية القبر، ويصلوا إلى هناك ويجدوا الحجر وقد دحرجه الملاك. لا خوف أبدا في حياة الإنسان الذي له الفكر القائم. نمرة 1 لا مستحيل. نمرة 2 لا خوف. نمرة 3 في الفكر القائم أنه لا يوجد يأس. في واحد في حياته نفسه قصير، أو على التمثيل لما بيحطوا تاريخ نهاية الصلاحية على دواء ولا على غذاء، يقول لك الدواء ده ولا الغذاء ده صلاحيته شهر، صلاحيته سنة، صلاحيته سنتين. وفي واحد نفسه طويل. النفس الطويل ده بنحتاجه في جهادنا الروحي، في حياتنا النسكية، في حياة الخدمة، في حياة الكنيسة. والإنسان يضع أمامه شعار إذا كان يحمل الفكر القائم أنه لا يوجد يأس أبدا. وبكرة يبقى أفضل من النهاردة، وكل يوم يبقى أحسن وأحسن. وأحد العبارات الفلسفية اللطيفة يقول لك: اليوم هو الغد الذي كنت قلقا بشأنه بالأمس. اليوم هو الغد الذي كنت قلقا
بشأنه بالأمس، واحد قلقان بكرة هيحصل إيه، والقلق ده عمال يملاه وممكن يوصل بيه لحد اليأس. وطبعا من التشكيكات اللي ممكن يسمعها، من الشكوك، من الأخبار المزعجة، من ده قال ودي قال، وفكر يوديه كده وفكر يوديه كده، يقع في بلوعة اليأس. اللي عايش القيامة لا يعرف اليأس له طريق، ما يدخلش اليأس إلى قلبه أبدا. طالما في نفس، وطالما في حياة، وطالما المسيح القائم قدامه حاضر، يقول كده مع بولس الرسول: هو في عمق البحر سلمنا فصرنا نحن. سلمنا فصرنا نحن. هو يد الله التي تدير حياة الإنسان، التي تدير حياة الكنيسة، التي تدير حياة الدين، التي تدير حياة المجتمع. يد الله التي تدير حياة الخدمة. والإنسان يبقى قاعد كده بيتفرج على حياته وهي تمضي في صورة من صور الراحة قدام الإنسان. فكر القيامة هو فكر إيجابي، فكر إيجابي. في واحد يشوف المشهد في أي وقت عينه تروح للنقطة السوداء. في قصة أنا بحب دايما أحكيها على شركة من الشركات كانت بتنتج منتج، والمنتج ده ما كانش بيتسوق لسبب ما كانش بيتباع، الشركة بتخسر، وكان في شركات منافسة. فعينوا مدير جديد شاب كده، فحب يرفع الروح المعنوية للعاملين في الشركة اللي بتخسر، فجمعهم وجاب لهم سبورة بيضة، وايت بورد كده، وجه في طرف السبورة عمل نقطة سوداء، عملها كده بالقلم، وقدام الناس اللي قاعدة سألهم: شايفين ايه؟ فردوا عليه قالوا له: شايفين النقطة السوداء. قال لهم: هو ده العيب بتاعكم، شايف نقطة سوداء وسبت كل المساحة البيضاء بتاعت السبورة ما شفتهاش. فكر القيامة لا يرى هذا أبدا. فكر القيامة يقدر يحدد السلبية أو النقطة السوداء في حدودها، لكن في حاجات إيجابية كتير. وأعمال الله العظيمة اللي بيصنعها في حياتنا لا يمكن أن نحصيها، لا يمكن أن يحصيها الإنسان. عايز أقول كلمة: أحيانا الإنسان اللي مش عايش في فكر القيامة يكون ناكر لجميل الله في حياته. خد بالك، لو كنت عايش وعايز تتمتع بفكر القيامة، فكر ذهن الإنسان، عقل الإنسان ده اللي بيقوده. لما العقل ده يكون ممسوح وملتوت بقيامة المسيح وحضر قدامه باستمرار، لا يعرف يأسا، لا يعرف مستحيلا، لا يعرف خوفا، لا ينكر جميل الله، ينظر دائما ليد الله القوية التي تعمل، اللي بتنتج، اللي بتدبر حياتنا كلنا. أحيانا الواحد ينصب نفسه ديانا. الإنسان بالشكل ده ما عندوش فكرة فيها، عمال يحكم على سين وصاد وعين. حتى المثل المصري لطيف قوي، يقول لك: الفاضي يعمل قاضي. هو فاضي، لا في روح ربنا، ولا في فكر قيامة، ولا في إحساس بالحضور الإلهي. فاضي مجوف، وبالتالي عمال يحكم على ده وعلى ده وعلى ده، وعمال يصدر أحكام في السر وفي العلن وفي الجلسات الفردية والجلسات الجماعية، عمال يصدر أحكام على كل خلق الله. في واحد كده، هذا الإنسان لا يعرف ولم يعش القيامة بعد. وإحنا في فترة الخمسين اشغل نفسك جدا
بأن يكون لك فكر القيامة، واطلب من مسيحك القائد أن يمنحك هذا الفكر، يعطيك هذا الفكر حتى في كلامك العادي. في واحد لما يتكلم ويا أخوه يكسر مقاديفه، يحبطه، يعطله، يعوقه خالص. تيجي تقول له عندي فكرة دي، يقول لك جربناها، لا ما تنفعش. يقول لك طب ايه رأيك في الموضوع الفلاني؟ يقول لك يا ما يجيبش نتيجة. طب خد ودي، ما هي الأفكار كده. الأفكار عندما تتزاوج تولد أفكار جديدة، والعالم بيتطور بكده. كنت بحكي لسه لعدد من الشباب، عطوا جايزة قيمتها $500,000 يورو لشاب في النرويج. طب عمل ايه الشاب ده؟ اخترع معلقة. وهي المعلقة عايزة اختراع؟ لا، الايس كريم ده لما بيجي ياكله الانسان بالمعلقة ما بيقدرش يجيب كل اللي في الكوباية، فعمل المعلقة بزاوية معينة بحيث انها لما تخش الكوباية تجيب كل الايس كريم. فاعتبروه اختراع كبير وخلوه الانسان. طبعا كلنا بنضحك يعني جت على الايس كريم اختراع ينفع للمريضين. خد جايزة $500,000 عشان عمل المعلقة المزاوية دي. فلوسهم كتير، فلوسهم كتير. نعم، فلوسهم كتير. فلوسهم كتير. فالأفكار لا تنتهي. الإنسان الذي يعيش فكر القيامة فكره يلد باستمرار ويلد بإيجابية. مش عايز أقول لكم يعني كل واحد يقعد يفكر أي حاجة، لكن أنا أقصد فكر يتطلع للأفضل. السيد المسيح ذاته في إنجيل معلمنا يوحنا، وده إنجيل القيامة، يقول كده: جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. أفضل يعني مسيحنا عايزنا النهاردة نبقى أفضل من امبارح، وده طبيعة الحياة تتقدم باستمرار. وأفضل هنا تحمل صفة الإيجابية، صفة النظرة الإيجابية. القيامة يا إخوتي الأحباء هي فكر، هي حياة. إن كان المسيح قد قام من القبر بعد 3 أيام، وبنعبر عن كده في قانون الإيمان وفي كل إيماننا المسيح. المهم أن يكون المسيح قد قام في فكرك أيضا، أن يكون المسيح قام من الأفكار القديمة، الأفكار اللي هي أحيانا تخلي الإنسان مش ماشي في طريق حياته صح، الأفكار اللي ممكن تكون معوقة له. خلي لك الفكر القائم الذي ينظر برجاء، الذي يرى بالإيجابية، الذي لا يعرف مستحيلا، الذي لا يعرف خوفا، الذي لا يعرف يأسا، باستمرار كده. والفكر القائم ده دايما فكر مبتسم، حتى لو اتعرض عليه مشكلة بيقعد يفكر فيها بطريقة إيجابية علشان يقدر يحل المشكلة اللي قدامه. وزي ما في مشاكل بتتحل بطرق كتيرة، الأيام بتحل مشكلات كتيرة في حياة الإنسان وحياة الجماعات وحياة الأطفال. الأيام بتحل حاجات كتيرة خالص. مش الأيام هي الحياة، هي يد الله التي تعمل من خلال الزمن. أدعوك في هذه السنة الجديدة اللي بنبتديها بقيامة، وفي فترة ال50 المقدسة اللي بنفرح فيها كلنا، تبقى في حالة فرح جميلة تشملنا جوه الكنيسة وبره الكنيسة وجوه الدين وجوه الخدمة وحياتنا بصفة عامة. أن تكون إنسانا قائما، أن تكون إنسانا تقدم قيامة المسيح، لا تقدمها قولا
ولا شرحا فقط، لكن تقدمها حياة وتبان في كلامك إزاي يكون كلام قائم باستمرار. كل سنة وحضراتكم طيبين، وفترة مقدسة مباركة للجميع. بنشكر هذا الدير العامر، وإحنا في رحابه وفي رحاب الآباء المطرنة والآباء الأسقفة ورحاب الآباء الكهنة والآباء الرهبان الموجودين معانا، وبنفرح بإن إحنا نلتقي في أول يوم بعد عيد القيامة، نلتقي معا ونعيش جو شم النسيم، جو العيد الفرعوني القديم. وبيمتد الفرح ده ل7 أسابيع علامة الكمال. وفي كل مرة وإحنا بنصلي في البرية قوموا يا بني النور، تذكر الفكر القائم. نشكر نيافة أنبا متاوس، نشكر كل الآباء اللي تعبوا النهارده وقدموا لنا هذه المائدة الجميلة، مائدة المحبة التي تجمعنا جميعا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نشكرك يا سيدنا الصالح لمن أتيت بنا إلى هذه الساعة المقدسة لتباركنا جميعا، وتجعل يا رب فرحة القيامة في قلوبنا لكي نعمل بها في كل يوم في حياتنا. احفظ جميع الحضور، بارك في حياتهم وفي أعمالهم في سفرهم، واذكر مرضى شعبك، واذكر المتضايقين، واذكر الذين في شدة، واذكر هذا الدير احفظه في سلامك وكل أجيرنا وكل البرية. باركنا يا رب كل بركة ترى ونحتاج إليها بشفاعة أمنا العذراء مريم والملاك الجليل ميخائيل والقديس العظيم بولس الرسول. بركة كل أعداء البرية وبركة القيامة المجيدة بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا السلام، سلام الرب يكون معكم.